أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هو ممكن يكون مش جديد علينا، ولكن هيكون جديد على بعض الناس. ومعلش أنا بتارجت المرة دي الناس اللي هي المبتدئة اللي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أو في أول الطريق، لأن المرة دي الموضوع ده هيفيدهم، لأن ده من ضمن الحاجات اللي الناس بتسأل فيها كتير. فانا اتمنى ان الحلقة دي تكون هي الاجابة على التساؤلات اللي هتفضل كل شوية وكل سنة هنسمعها دايما. فكرة ان انا ازاي اعمل بورتفوليو، ده سؤال يعني مهم. وانه ازاي بقى ان انا يبقى عندي الشو ريل، ازاي يبقى عندي البورتفوليو، ازاي يبقى عندي ازاي ده بقى كل ده اللي احنا هنفهمه مع بعض. انت دلوقتي خليني بكلمك دلوقتي، انت خلاص انت لسه اتخرجت بقى من اعلام، اتخرجت من معهد سينما، او مش شرط انك اتخرجت من الكليات دي. ممكن تكون انت راجل مثلا اتخرجت كلية تانية خالص، بس انت راجل تحب التصوير وبتحب الحاجات اللي فيها افلام، فيها فيديوهات، فيها صور، وعايز تعمل لنفسك حاجة. طيب، هو اولا السي في يعني شيء يعني مش محتاج وصايا عليه، يعني لازم يبقى معاك سي في اكيد وتحط فيه كل حاجه. في حاجه تانية بقى مهمه هنا، وده بقى الجزء اللي انا هكلمك فيه. انت في عندك حاجتين، في ناس ينفع معاها الاتنين وفي ناس ينفع معاها حاجه واحده منهم. ايه هو؟ الشوريل و بورتفوليو لينك. ده ايه ده وده ايه ده؟ اولا خلونا نتكلم في الشوريل. الشوريل هو عباره عن فيديو موجز كده بيستعرض فيه كل الاعمال اللي انت اشتغلت فيها. انت من خلال الشوريل ده بتعرف فيه نفسك، وان انت بتعرف فيه الحاجات اللي انت اشتغلت فيها، بخلاف طبعا انت اشتغلت فيها ازاي. يعني مثلا انت ممكن تبقى ممثل، فانت مثلا بتستعرض الاعمال اللي انت ظهرت فيها كممثل، بتجيب المشهد اللي انت كنت ظاهر فيه، تاخد حتة من المسلسل ده، حتة من الفيلم ده، حتة من هنا، حتة من هنا، وبتجمعهم، وليها اشكال وسيكونسز مختلفة. ودي انت ممكن تعمل شوريل بنفسك او ممكن تخلي حد يساعدك فيها، وده طبيعي جدا. وليها اشكال كتير، يعني هي ملهاش شكل واحد، بس انا بتكلم في شكلها الاساس. هي عبارة ان انت بتجيب تجميع لشغلك كله، بتجمعه كده في حاجة واحدة، بتاخد كام ثانية من هنا، بتاخد كام ثانية من هنا، كام ثانية من هنا، كام ثانية من هنا، وتجمعهم كده على تايم لاين واحد، وهو ده كده الشوريل بتاعك. طبعا بقى انت اللي بتحط انت بقى، يعني في ناس طبعا بتحب انها تعمل حاجات كرييتيف في الشو ريلز بتاعتها، تحب تعمل حاجات كده مميزة منها. برضو انه الى جانب انها بتستعرض شغلها، بتستعرض كمان المهارات بتاعتها. اكتر الناس اللي بتحب تكون كرييتيف في الشو ريلز بتاعتها، وده حسب الشو ريلز اللي شفتها، الناس اللي بيشتغلوا في المونتاج. الناس دي يعني انا شفت مرة كده كام شوريل مرة من المرات زمان. لا، في ناس يعني مش بس مجرد بتحط الاعمال اللي هي شاركت فيها، ده بتحط مهاراتها في المونتاج، ان هو عايز يعني يقول اللي بيتفرج على الشوريل ده اللي هو ايه، بص انا اخري لغاية فين. وبيورينا بقى شغل يعني جميل الحقيقة. ده بالنسبة لي الشوريل. ده طبعا بالنسبة للمونتير. في بقى بالنسبة للمخرج ان هو مجرد بيستعرض ثواني وخلاص، بيبقى ممثل نفس الكلام، لانه مش كل الناس يعني مونتيرين، ومش كل الناس بتعرف تعمل الاديتنج، او في ناس بتجيب اديتور هو اللي يعمل لهم الحاجات دي. بتختلف طبعا حسب الموضوع، ولكن لو انت تعرف تعمل الحاجة دي بنفسك وبايدك، ده هيبقى حلو جدا. انا هحاول طبعا ان انا هسيب في الديسكريبشن الحلقه، هسيب لكم كده كام مثال شو ريلز كده، عشان برضو تفهموا كده الموضوع بيتعمل ازاي، وتفهموا فكره الشو ريل اكتر شويه، لانه اكيد ان انا لما بقوله كده شفهيا مش هيتفهم زي ما لما انت تشوف الحاجه قدامك كده عملي. فانا هحاول اسيب في الديسكريبشن الحلقه، هسيب لينكات كده لكام شو ريل، عشان برضو نقدر ان احنا نساعد بيها الناس انها تبني بيها الشوريل. وطبعا سؤال بس اخير، يعني حاجة اخيرة في حتة الشوريل دي، بص مش شرط ان انت تعمله على اي برنامج معين. اي برنامج
بتاع مونتاج اي حاجة ان شاء الله يا رب، لو هو حاجة يعني سيمبل زي كاب كات مثلا اعمله، ما فيهوش مشكلة يعني، الموضوع مش صعب. هي بس المسألة كلها مسألة ان انت تعمله ازاي، وازاي تخلي الشغل بتاعك مميز. لان كل ما الشغل بتاعك يكون مميز كل ما ده بيبقى يعني اتراكتيف ليا كواحد مثلا عايز يشغل ناس معاه، ان هو لا يتشد كده للشغل ده ويحب ان هو يجيبك خلاص. لانه زي ما هو الاعمال اللي انت اشتغلت فيها عليه عامل، شكل الشغل عليه عامل، زي السي في بالظبط. السي في لو حاجه متنظمه ومنمقه، لا ده هيخلي ان انا كواحد معايا اللي شفت السي في ده، لا هيكلمك كده ويبدا ان هو يعمل معاك الانترفيو عشان تشد من السي في بتاعك ده خلاص. طيب ده كده بالنسبه لي الشو ريل. طيب عندنا بقى الحاجه تانية اللي هي البورتفوليو لينك. انت دلوقتي الى جانب بقى الشو ريل كده، حبيت ان انت تعمل حته كده تحط فيها شغلك كله اللي انت اشتغلت عليه. مثلا انت عملت افلام قصيره، عملت اعلانات، يا صورتها اخرجتها منتجتها، في كذا اوبشن ممكن تشتغل منه. انت عندك طبعا الاساس عندك يوتيوب وفيميو، وعندك كمان موقع بيهانس، وعندنا طبعا هو ممكن اللينكد ان، بس لينكد ان هو مجرد يعني زي سي في بس ديجيتالي قوي. في هم ابرز الحاجات اليوتيوب وفيميو وبيهانس، دول اكتر 3 حاجات عليهم الاستخدامات دايما في فيلينج البورتفوليو. واكيد طبعا في مواقع اكتر منهم، بس دول اكتر 3 اللي دايما انا بشوف ان عليهم الاقبال، بحسب اللي انا بشوفه لما الناس بتحب انها تستعرض بورتفوليو شغلها من اللينكات بتاعتهم من المواقع المختلفة. طيب احنا عندنا اليوتيوب، في ناس بتعمل ايه، بتجمع الاعمال بتاعتها في بلاي ليست كده، وبتاخد اللينك ده هو ده البورتفوليو لينك بتاعه خلاص. الحاجات دي مش شرط ان هو رفعها في الشانل عنده، يعني ممكن مثلا ايه هو لا كذا 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 كده يحطه ان هو ده بورتفوليو لينك اللي اشتغل عليه لما كان مثلا مخرج تحت التمرين، مثلا مساعد مخرج، او مثلا كان مخرج، او بخلاف يعني الدور ده. مثلا في مثلا عندنا فيميو برضو. فيميو يعني هو بحكم طبعا ان فيميو مساحة التخزين محدودة، وان عشان خاطر يعني انت ليك ليميت معين في انك ترفع فيديوهات لحد رقم معين، وبعد الرقم ده لا يقولك تدفع عشان خاطر تاخد مساحة ازيد، ومساحة دي كذا حسب طبعا انت عايز مساحة قد ايه، وكل ما مساحتك طبعا بتبقى اكبر كل ما هتدفع اكتر. ف يعني ده بيبقى بيتحط عليه الشوريل، يعني هو اخره شوريل لانه ما فيهوش قوي حته البلاي ليست دي، يعني موجوده عند اليوتيوب اكتر. عندنا طبعا بيهانس يعني برضو ده يعني هو فكرته كويسه، انت بترفع شغلك برضو عليه، بس ده بقى انت عندك فايل بتقوم رافعه على بيهانس، بترفع كده الفايلات بتاعتك على بيهانس. ممكن ترفع شو ريل، وغير الشو ريل بترفع كل الشغل اللي انت عملته، على اساس ان الشخص لما يدخل على اللينك بتاعك لا يشوف الحاجة كده حتة حتة ويشوفها كاملة، عشان يشوف بحسب طبعا دورك يعني اللي انت عملت فيه، وان هو طبعا يشوف الاعمال بتاعتك. وبيهانس بالمناسبة يعني بيشتغلوا عليه مش بس في المجال بتاع الفيلم ميكينج او في الميديا، في كمان موشن جرافيكس والجرافيك ديزاينرز والانيميترز، وحتى الناس اللي بتشتغل في المجال بتاع الفيجوال افكتس كله بكل تخصصاته بقى، كومبوزيتنج او الانفايرمنت والكاركتر ديزاين والحاجات دي. ده بالنسبة ل البورتفوليو والشوريل، ده للناس اللي بتشتغل اخراج، بتشتغل تصوير، بتشتغل مونتاج، بتشتغل فيديوغرافي، لو مثلا مجرد كونتنت عادي لشركة او كونتنت لشخص او لنفسك. برضو يعني البورتفوليو كمان اللينكات ان انت بترفع الحاجة عليه. طب بالنسبة بقى للفوتوغرافي، وده اخر حاجة ممكن نختم بيها. الفوتوغرافي طبعا هو اهم حاجة الصور،
الصور بقى هو ممكن يقدر يحطها في يعني بأي طريقة، ممكن بيهانس او ممكن بين انترست مثلا. بين انترست برضو من المواقع المناسبة لرفع الصور. لكن طبعا في ناس تانية ممكن ترفع في فيسبوك وانستجرام، ولكن من باب يعني ان هو يجمع الشغل كله في حتة واحدة، لان برضو معلش فيسبوك وانستجرام، طب يعني انا بلاقي شغل بلاقي طب ممكن تحط شغلك وبعدها تحط بوست كتير وبعد كده شغل تاني. بس يعني لو هنتكلمها انها حاجة بروفيشنال اكتر، يبقى الاحسن ان احنا نحط الحاجة على بين انترست، نحطها على بيهانس. دي الحاجات اللي هي يبقى لينا بورتفوليو في الاماكن دي. ده بالنسبة للتصوير. طيب سؤال، هل الدروب بوكس ينفع مثلا نحط فيه شغلنا؟ هو ممكن طبعا، ولكن الدروب بوكس يعني مش الموقع اللي ممكن يستخدم كشو كيسنج او لاستعراض البروفايل. يعني ممكن اللي هو ايه، يبقى دروب بوكس ده بديل لجوجل درايف مثلا او لجامب شير والحاجات دي، ولكن مش هو الموقع المناسب قوي لحتة ان انا بشير البورتفوليو. يعني لان برضو احنا بنبقى محتاجين موقع بنشير عليه بورتفوليو، ده واحد. تاني حاجة ان احنا بنحاول نبيلد كونكشنز مع ناس تانية. فيعني بيهانس ده بيجمع ما بين فكرة الدروب بوكس واللينكد ان في بعض، بترفع شغل وفي نفس الوقت ان انت بتحاول تكونكت مع ناس من الموقع تبع بيهانس. طبعا اتمنى ان انا اكون جاوبت على جزء من التساؤلات بتاعة الناس الجديدة اللي بتبقى لسه مستجدة في المجالات. ويعني اتمنى طبعا كمان ان الموسم ده كان خفيف لطيف عليكم، لان احنا نقدر دلوقتي نقول اننا وصلنا لنهاية الموسم. وانا طبعا انا عارف ان الموسم قصير جدا، ولكن حبيت ان المرة دي اخلي الموسم بتاعي مختصر شوية، لان الموسم ده كان مجرد تجربة لحاجة جديدة ومرحلة جديدة انا حابب ان انا اخدها، وانتوا كمان تدخلوها معايا، عشان برضو يعني نحاول ان احنا نكسر السقف شوية اللي احنا كنا يعني ملزومين بيه من اول ما ابتدينا. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، وطبعا ما ننساش انه لسه مواضيعنا ما خلصتش، لسه حكاياتنا مش مواضيعنا لسه ما خلصتش، ولسه حكاياتنا مش بتخلص. انا بشكركم انا بشكركم جدا 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 جدا، وان شاء الله نتقابل في الموسم الثامن مع فيلم فاكتوري بودكاست.